السلام عليكم، ازيكم؟ الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. معاكم باسم الحسيني بي استوديو. انا جيت النهارده عايز ادردش معاكم في حاجه كده. هي احنا زمان لما كنا بنحب نذاكر حاجه او كنا بنحب نتعلم حاجه جديده كنا بنعمل ايه؟ عصر ما قبل اليوتيوب. تخيل كده قاعد في فتره ما فيهاش يوتيوب، في كمبيوتر في انترنت بس مش انترنت زي دلوقتي. مفيش يوتيوب، كنت هتعمل ايه؟ هديكم مثال بسيط. ال 3 دي ماكس مثلا وقت ما جيت اتعلمه كانت المصادر بتاعه التعليم قليله قوي، بس كان في الهيلب بتاع البرنامج. وانا عشان راجل عجوز واولد فاشون، يعني زي ما انتم شايفين انا بحب اقرا، ما بحبش افتح الحاجه بي دي اف كده. فطبعته وبدات اتعلم منه ال 3 دي ماكس. كان في مواقع زي كرييتيف كاو، كان عليها دروس برضو. كان في المنابر اللي هي ماكس فورمز. ده تقريبا كان اول كوميونتي عربي للناس بتوع ال 3 دي. انا فاكر طبعا كان في حد عملاق، اللهم بارك، يعني كان بيعمل عربيات، كان اسمه راجل السماء. وتعرفت على اصدقاء كتيره جدا من خلال المنابر وماكس فورمز. وانا كان اسمي ابو جعفر لان انا حسيت وانا داخل كده عندي 19 سنه ولا حاجه، باسم الحسيني هبقى طفل بالاسامي. يعني الاسامي كانت كبيره جدا، اسامي اسم، يعني فسميت نفسي ابو جعفر. انا فاكر الستريتور بقى ما كانش فيه الستريتور، كان فيه فري هاند وكان فيه كورل درو. دول عشان تتعلمهم برضو كان بقى طيبه الذكر، يعني اذا جاز اللي احنا نقول كده. كانت الاسطوانات بتاعت الحاجه ليندا كانت برضو حاجه شهيره جدا، وكان فيه توتال تريننج على ما اتذكر. برضو كنا بقى بننزل الاسطوانات دي ازاي على الانترنت ده، والانترنت ده والنود مانجر، والحاجات بقت 99% وتقف. شفنا شويه حاجات كانت زي الفل يعني. مصادر التعليم ما كانتش سهله زي دلوقتي، عشان كده انا لما باجي اكلم حد واقول له اتعلم الموضوع مش صعب، يعني بتضايق جدا لما بيقول لي اجيبها منين او اعمل ايه. وخصوصا بقى مع وجود الاي اي ووجود الحاجات الغريبه اللي احنا عايشين وسطها دلوقتي دي، فالموضوع بقى سهل جدا. يعني على ايامنا واحنا صغيرين كان بيقول لك بتاكد زرار بتعمله. فالموضوع بقى كده فعلا مع الاي اي بقى، يعني فعلا انت ممكن بتاكد زرار توصل للي انت عايزه، سواء اذا كنت هتتعلم حاجه او عايز تذاكر حاجه او عايز تعمل حاجه اوريدي. بس كده ده اللي كنت عايز اقوله لكم النهارده، وان شاء الله المره الجايه اقول لكم بقى ازاي كنا بندور على شغل، لان دي كانت حاجه قويه جدا يعني. وازاي بقى كنا بنطور نفسنا، وازاي بنجيب الصور الستوك. ويعني الناس القديمه هتفتكر الكلام ده وهتبدا بقى تكتب لي تحت الحاجات اللي احنا كنا بنعملها كلها. بس كده، كان معاكم باسم الحسيني باستوديو. سبحانك اللهم وبحمده، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.